حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزي محافظة واسط جميعا، وخصوصا ذوي الشهداء السعداء الذين سقطوا في حريق ومطعم واسط. هناك أحاديث نبوية، خطر شوية نرفع من هم العوائل ذوي الشهداء اللي هم ذهبوا ضحية الإهمال اللي هم بالمطعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من مات قريقا أو حريقا أو في نفاس أو يعني سقط على رأسه بيت يعني حائط وكثير من هذه الأمور ومن ضمنها الحريق، يقول له أجر الشهيد أو يحسب شهيدا. فإن شاء الله يكونون هم شهداء سعداء. لكن حقيقة إنه هذه الحكومة الخسفية، الحكومة التي لا تملك سيارة واحدة تروح تطفي، والله كثير عندنا من السيارات، لكن إهمال إنه الدفاع المدني مهمل. أكيد عنده هواي سيارات بس ما مترسها مي ولا مترسها هذه المادة اللي هي تطفي الفوم، هذا شو يسموه. لكن أنا يوم من الأيام عندي سيارة واحدة احترقت، طلعت عليها 2 سيارات. خوش هسه أنتم يعني تتفرجون عليها من بعيد ما تقدرون تطفونها، خلف الله على أبو الخباطة ينزل لك كم واحد. عجيب، سيارة واحدة إطفاء واسط المفروض عندكم اليوم طيارات. عجيب ذيك المرة يقال، أنا ما شفت بعيني، يقال إنه محافظ واسط نزل بالملعب، بقيتها كانت ترويج للانتخابات، الانتخابات الحزبية، ترويج للانتخابات، وجاءوا بعض الفنانين وبعض الشخصيات التي لا تهم ولا تضر ولا تنفع. عجيب، صرفتوا هاي الأموال. طيارات المفروض اليوم عندنا خاصة للإطفاء، حاط رجل على رجل على رجل حاط، أو تتفرج وتقول بس داخل الخباطة وبدم بارد. عجيب، طفوهم إنهم مسؤولون. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جاي مو بس بالتبليط، لا ولا بس بالأرصفة، لا عزيزي، اكو كثير من البنى التحتيه والفوقيه عندنا كثير. انا اقول لك اخذ من عندنا المطاعم، اخذ من عندنا المستشفيات، هاي احنا مسوينها راقيه. ليش؟ لانه راجعه، لو رؤساء الطرقاع السوداء طاحت علينا. لكن عندنا بعض الامور لها المفروض الدفاع المدني اليوم متطور، وانت توقف على راسي يا محافظ واسط، توقف على رسم متطور اليوم عندك، حتى طيارات اطفاء، لان محافظه متطوره وعندنا بيها عمارات وعندنا بيها فنادق كبيره. واحنا اليوم ما شاء الله الحريق عندنا لا قام ولا قاعد بالمولات وبغير مكان وبكل مكان.